كم مرة قعدت أفكر في مشكلة ساعات وفي النهاية ما لقيتش حل للمشكلة دي، وقلت أنا مش قد الموضوع ده. على عكس الناحية التانية في ناس ممكن تحل المشكلة دي في بضع دقايق وبسهولة جدا، وبتسأل نفسك ليه أنا ما حلتش المشكلة دي بالسهولة دي أو بالطريقة السهلة اللي هم حلوها دي. النهاردة أنا جاي أقول لك على أفضل طريقة ممكن تتعلم بيها إزاي تحل أي مشكلة، وإزاي تتحول من شخص بيهرب من المشاكل لشخص تاني بيدور على مشاكل عشان يتعلم منها، وإزاي يبقى عندك تفكير إبداعي خاص بك أنت تبدع في أي مجال أنت متخصص فيه. خُد بالك الطريقة دي مش سِر ولا حاجة، ده نظام بسيط ممكن تمشي عليه لحد ما تُجيده أو تقدر تعمله على طول. أنا يوسف عصام وهدفنا في القناة دي إن إحنا نحقق هدفنا ونطوّر مهاراتنا بأفضل شكل وأسرع وقت ممكن. في البداية خلّينا نعرف يعني إيه إبداع. الإبداع هو القدرة على نظر الأشياء من زوايا مختلفة، لإيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل اللي بتواجهنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلًا وليكن هناخد مشكلة واحدة، المشكلة دي هنبُص لها من 10 زوايا مختلفة. ال10 زوايا المختلفة دول ممكن نطلّع منّهم حل للمشكلة بطريقة إبداعية ما حدش فكّر فيها قبل كده. خلّيني أدّيك مثال بسيط. واحد كان عنده مشكلة وهو إن الناس مش بتشتري المنتج بتاعه، بدل ما يقول الناس مش محتاجة المنتج بتاعي ده، لأ سأل نفسه وقال الناس ممكن تحتاج المنتج بتاعي ليه؟ ولقى إن المشكلة مش في المنتج، المشكلة إن الناس مش عارفة تستخدم المنتج صح. هنا بقى دور الإبداع، هو ربط ما بين المشكلة الظاهرية والحل. فهنا المشكلة الظاهرية بتاعته إن هو المبيعات بتاعة المنتج بتاعته قليلة، والحل إن هو بقى يعلّم الناس أو يفهم الناس طريقة استخدام المنتج بتاعه. دكتور تريزا أمابيل أستاذة إدارة الأعمال بجامعة هارفارد بتقول الناس فاكرة إن الإبداع موهبة أو حاجة نادرة الناس بتحصل عليها عن طريق الإلهام بس، ولكن الإبداع هو حاجة ممكن أنت تطورها أو تشتغل عليها بالتجارب المستمرة بحيث إن هي تبقى جزء أساسي منك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مش لازم تكون عبقري عشان تبقى مبدع، ممكن تبقى مبدع عن طريق التجارب المستمرة اللي بتمر بيها، وهي التفكير بطرق مختلفة. أنا فاكر كويس جدًا كان عندي مشكلة في إني أنفّذ مشروع معيّن ومش لاقي له فكرة ومش لاقي تنفيذ أو إبداع ليه، وهنا أنا كنت باصص من ناحية واحدة ومن منظور واحد للمشروع ده، وما كنتش باصص من كذا اختلاف، كنت باصص له من ناحية واحدة. أول ما فكّرت بطريقة مختلفة وبصّيت له من كذا جانب وبصّيت من نظرة العميل للpost ده أو للمشروع ده، قدرت أفهم وأطلّع مشروع إبداعي قدر يحقق مبيعات كويسة جدًا. وهنا عرفت إن الإبداع مش ضروري يكون جاي من وجهة معيّنة، ممكن يكون جاي من كذا وجهة بطريقة معيّنة أو بطريقة مختلفة عن الطريقة بتاعتك أنت، وبالتالي هيطلع عندك إبداع، لإنك دخّلت كذا طريقة للطريقة بتاعتك الأساسية. طب يعني إيه حل مشكلة؟ هو العملية اللي أنت بتمُر بيها من نقطة المشكلة لنقطة حل المشكلة. دي أغلبنا بيبُص لها من نظرة الناس اللي قبلينا، أو من تجارب الناس اللي قبلينا بحيث إن هم مرّوا بمشكلة، فإحنا بنحلّها بنفس الطريقة. هي دي كويسة وكل حاجة، ولكن ما بيبقاش فيها اللمسة الإبداعية، بيبقى في تفكير تقليدي شوية، وده مش سيء ده كويس، ولكن ما بيحلّش المشكلة حل جذري، لإن الظروف بتكون اختلفت من مشكلة معيّنة لمشكلة تانية. دكتور إدواردو بونو خبير التفكير الإبداعي بيقول إن مش ضروري عشان تحل مشكلة يبقى تفكيرك معقّد، أو تلاقي حل معقّد للمشكلة دي. أحيانًا بيبقى التفكير البسيط المبتكر هو الحل الأفضل عن التفكير التقليدي المُعقّد شوية. يعني لمّا تيجي تحل مشكلة، ابدأ في حل المشكلة، مش ابدأ التفكير في المشكلة وبس، أكنّك رايح تسوق العربية وأنت مش عارف الأولى بتاعتك بالضبط. كده إحنا عرفنا إن إحنا عندنا طريقتين للتفكير، تفكير إبداعي وتفكير تقليدي. التفكير التقليدي زي ما قُلنا هو إنّك بتدوّر الناس حلّت المشكلة اللي أنا وقعت فيها دي إزاي، حلّوا نفس الموقف اللي أنا وقعت فيه ده إزاي. ولكن المشكلة هنا إن أنت ما طلّعتش طريقة جديدة أو طريقة مبتكرة، أنت دوّرت على حل الناس قبليك حلّوه، أو عملوه بنفس الطريقة دي وأنت هتعمله زيّهم زي ما هم عملوه بنفس الطريقة دي. والمشكلة هنا زي ما قُلنا ما فيش حل جذري للمشكلة، أنت بس بتعمل زي حل بسيط لدلوقتي بس، وبيكون أغلب الطرق اللي هم استخدموها معقدة، أغلبها مش كلها. على عكس الناحية التانية التفكير الإبداعي، التفكير الإبداعي أنت بتبدأ تولِّد تفكير من دماغك أنت، تفكير لحل المشكلة بطريقة إبداعية من وجهة نظرك أنت أو من وجهة نظر ناس تانية حواليك مختلفة. وهنا ميزة التفكير ده إن هو بيخلّيك تفكّر بكذا طريقة مختلفة. ولكن الاتنين مع بعض بيطلّعوا أقوى طريقة ممكنة ممكن تحل بيها أي مشكلة، ويبقى عندك تفكير شخصي. التفكير الشخصي مدمج بين التفكيرين، التفكير الإبداعي والتفكير التقليدي. التفكير الإبداعي زي ما قُلنا هو تفكيرك الشخصي، وتفكير الناس اللي حواليك، المجتمع اللي أنت ماشي حواليه، أو الناس اللي هم بيكونوا محاوطينك يعني. والتفكير التقليدي وهو الناس اللي قبليك حلت نفس المشكلة دي إزاي، فأنت هنا دخّلت الطريقتين، حل الناس اللي قديمة وحل الناس اللي حواليك للمشكلة اللي أنت وقعت فيها. بحث من جامعة MIT بتقول إن الناس اللي بتعتمد على التفكير الإبداعي بتحل مشاكلها بنسبة 40% بالنسبة للناس اللي حواليها، يعني بتكون ناجحة في حل المشكلة بالنسبة
للناس اللي حواليّا اللي هي بتفكّر بالتفكير التقليدي، على عكس تمامًا الناس اللي بتحل بالطريقة الإبداعية والتقليدية. خُد بالك هو مش ضروري تكون أنت مُدرك للحاجة اللي أنت بتعملها، ممكن تكون أنت بتحل مشكلة بالتفكير الشخصي اللي هو بيكون ما بين التفكير الإبداعي والتقليدي، ولكن أنت مش حاسس. ولكن بنقول هنا إن التفكير التقليدي والتفكير الإبداعي لمّا بيتحطّوا على بعض بيطلّع لك أفضل طريقة للتفكير لحل المشكلة دي. هادّيك شوية أبحاث علمية تأكد وترسخ المعلومة. أول حاجة الإبداع مش بالإلهام بس، لأ ممكن يكون عن طريق التجربة والممارسة. عالم النفس ميهالي تشكسنتماهاي. يلا يا عم الحاج، عشان ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. أكيد قُلت اسمه غلط فهاكتبه على جنب هنا في أي حتة. وعالم النفس ده في جامعة شيكاغو بيقول إن الناس فاكرة إن الإبداع حاجة سحرية أو حاجة بتكون جاية من إن أنت قاعد كده في فراغ وبييجي لك إيه، الحاجة الإبداعية دي. لأ، الإبداع بييجي عن طريق التجربة والممارسة المستمرة بطرق مختلفة، يعني أنت بتحل كذا مشكلة بطريقة مختلفة، وزي ما قُلنا أنت هتدوّر على مشكلة علشان يبقى عندك تفكير بطرق مختلفة. تاني حاجة وهي إن المشكلة الصغيرة بتحل مشكلة كبيرة، وده اللي بيأكد عليه تشارلز بيترين، والشخص ده مخترع نظام الإشعال في السيارات. بيقول لك إن أنت لو حليت مشكلة صغيرة ده بيوصّلك لحل مشكلة كبيرة، أو أنت مش عارف تحل مشكلة كبيرة قسّم المشكلة الكبيرة دي لبعض مشاكل صغيرة لحد ما توصل لحل المشكلة الكبيرة دي. تالت حاجة ودي اتكلمنا عنها في التفكير المرن، وهنا الناس اللي عندها تفكير مرن غير اللي عندها تفكير صلب معين لحاجة معينة بس، عندها تفكير ثابت ومش عايزة تغيره أو مش عايزة تغير الطريقة اللي ماشية عليها. هنا إحنا بنقول إن التفكير المرن بيخلّيك تنجح أو يبقى عندك فرص نجاة لو حطيت في بيئة مختلفة أو في تحديات مختلفة أو حتى في تغيرات ممكن تخلّيك تمُر طرق تفكير مختلفة. الحاجة الرابعة كلنا فاكرين إن ساعات التفكير السريع بيكون أفضل حاجة، ولكن التفكير البطيء أو التأني فيه بيكون كويس في أغلب الأوقات لو المشكلة كبيرة. داني كهمان صاحب كتاب التفكير السريع والبطيء بيقول لك إن عايز تحل مشكلة بأفضل شكل وتحلها من جذورها، فكر فيها بتأني وبطريقة كويسة علشان تقدر تلاقي حل يحل المشكلة دي من جذورها. الحاجة الخامسة وهي إن كل مشكلة فرصة للتعلم، ولكن العقل مش بيشوفها في البداية. يعني أنت لازم تبقى مدرك إن كل مشكلة بتمر فيها هتتعلم منها في خط النهاية، تتعلم منها حتى لو ما قدرتش تحل المشكلة دي، حتى لو في نظرك أنت قلت أنا فشلت في المشكلة دي. مع إن ما فيش مشكلة أنت بتفشل فيها، وبالعكس المشكلة أنت ما كانتش موافقة مع إمكانياتك أو قدراتك أو مش مناسبة ليك أصلًا، فأنت ما عرفتش تحلها، فأنت بتتعلم منها عن طريق الفشل أو عن طريق النجاح حتى. الحاجة رقم 6 وهو إن الإبداع بيزود الخلايا العصبية بتاعتك، يعني طول ما أنت بتحل مشاكل كتير أو بتحط نفسك في مواقف جديدة علشان تحلها، العقل بيبدأ يكوّن أو المخ بيبدأ يكوّن خلايا عصبية جديدة، وبيبدأ يفرز هرمونات بتسرّع العملية الإبداعية بتاعته. والخلاصة من كل اللي قلناه التفكير التقليدي مهم ولكن محدود، التفكير الإبداعي هو اللي بيخلّيك تفتح أفق جديدة، التفكير الشخصي بيخلّي عندك خلفية كويسة جدًا عن المشكلة وأفق جديدة، لإنك جمعت ما بين الاتنين. التفكير المرن هو اللي بيخلّيك يبقى عندك تأقلم مع كل حاجة بتمُر بيها في المشكلة، يعني أول ما تقع في المشكلة تقدر تتأقلم معاها مش تفضل مكانك. بعض الآيات القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأكد لنا بيرسّخ لنا إن إحنا لازم يبقى عندنا تفكير إبداعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون." دعوة مباشرة للبصيرة في النفس، ودي أقرب حاجة لينا. تخيل بقى النفس دي قريبة لينا قد إيه. بُص بقى للتحديات لبقية اليوم، أو المشاكل اللي بتمُر بيها في يومك، لازم يبقى عندك بصيرة فيها وتدبُّر كويس جدًا فيها. ربنا برضه بيقول في الكثير من الآيات: أفلا يتدبّرون، أفلا يتدبّرون والتدبُّر هنا معناه التفكير العميق، لازم يبقى عندك تفكير عميق في كل حاجة بتمُر بيها. فهنا ربنا بيدعونا إن إحنا يبقى عندنا تدبُّر في أي حاجة بنمُر بيها، في كل لحظة ممكن نمُر بيها في حياتنا لازم يبقى عندنا فيها تدبُّر، لإن التدبُّر بيخلّي عندنا تطلُّع وتميُّز في الحاجة اللي إحنا بنشوفها دي. وفي الأخير ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "ومن يتق الله يجعل مخرجا." يعني يا رب أنا ما لقيتش مخرج من المشكلة اللي أنا وقعت فيها دي، أو الحاجة اللي أنا داخلها دي أنا مش لاقي لها مخرج. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه: "يجعل له مخرجا." طب في الأول ومن يتق الله، لازم يكون عندك تقوى، تقوى في الحاجة اللي أنت بتعملها، تقوى بالله، إيمان قوي بالله إن أنت كده هتطلع من المشكلة دي. بس لازم زي ما قُلنا تكون مُدرك أو شغّال على الحتّة بتاعة التفكير الإبداعي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني لازم يكون عندك إتقان في الحاجة اللي أنت بتعملها، الإتقان ده بيكون جاي عن طريق إيه؟ عن طريق التفكير الإبداعي والإيمان في الحاجة اللي أنت بتعملها. التفكير الإبداعي إن أنت زي ما إحنا قُلنا لازم يكون عندك النظر بطرق مختلفة في الحاجة اللي أنت بتعملها دي،
وكمان الإيمان أنت لمّا ما بتعملش حاجة أنت مؤمن بيها مش هيبقى عندك أصلًا شغف أو قابلية إنك تعمل الحاجة دي أصلًا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، لازم تكون متقن للحاجة اللي أنت بتعملها دي، عشان في الأخير هنحصل على إيه، على حُب من الله. وده اللي بتأكده جامعة هارفارد بتقول إن الناس اللي بتدوّر إن هي تبقى متقنة في شغلها، ده بيطوّر لها من فكرها الإبداعي وهي مش ملاحظة أصلًا إن هي بتتطوّر في فكرها الإبداعي، لإن أنت متقن للحاجة اللي أنت بتعملها دي. عايزك تركّز معايا كويس جدًا في الجزئية دي، لإن دي أهم جزئية في الحرق. إحنا عندنا 8 عناصر مهمة جدًا علشان تبقى شخص مُبدع، وشخص عنده قدرة إن هو يحل أي مشكلة، وزي ما قُلنا تدوّر على المشاكل عشان تحلها، مش شخص بس بتهرب من المشاكل أو بتحل المشكلة بتاعتك وبتكتفي بيها. العنصر الأول هو problem definition، هو فهم المشكلة بطريقة صح. إحنا لازم نبقى فاهمين المشكلة، مش رايحين نحل المشكلة وخلاص، لازم تبقى فاهم المشكلة بتتمحور على إيه، وإيه العناصر بتاعة المشكلة أصلًا، ليه المشكلة دي حصلت. فأنت زي ما إحنا بنقول كده، ليه المشكلة دي حصلت؟ طول ما أنت بتسأل نفسك ليه المشكلة دي حصلت، طول ما أنت هتلاقي الإجابة لحل المشكلة بطريقة أسرع، أو لفهم المشكلة بطريقة أسرع. طول ما أنت فهمت المشكلة، أنت حليت المشكلة. ألبرت أينشتاين بيقول: "لو ادوني ساعة واحدة بس، وادوني مشكلة واحدة بس هي اللي هتنقذ العالم، هاقضي 55 دقيقة في فهم المشكلة، و5 دقايق فقط لحل المشكلة." وده برضه اللي بيوصّفه أكتر توماس إديسون، وهو بيقول لنا إن أغلب شغلي وأغلب وقتي كنت باقضّيه في فهم المشكلة، مش في حل المشكلة. طب إزاي أقدر أستفاد من العنصر الأول أقصى استفادة؟ اكتب المشكلة بتاعتك في جملة واحدة وتكون واضحة، واسأل نفسك ليه المشكلة دي حصلت، وليه العناصر بتاعتها مش موجودة قدّامي. طول ما أنت بتسأل نفسك ليه، طول ما أنت هتفهم المشكلة، وطول ما أنت بتفهم المشكلة، طول ما أنت هتحل المشكلة. العنصر التاني هو out of the box thinking، لازم يكون عندك تفكير برّه الصندوق. ومش تفكير برّه الصندوق في كل حاجة بنمُر بيها، في حاجات بنقول عليها مسلّمة، بس في مجالك لازم ما يبقاش عندك حاجات مسلّمة. يعني في المجال الخاص بيك أنت لازم تحُط اللمسة بتاعتك، لازم يكون عندك فكر برّه الصندوق. جامعة ستانفورد نشرت بحث بتقول إن الناس اللي بتقرر إن هي يبقى عندها تفكير out of the box يعني برّه الصندوق، بيكون عندها فرص إبداعية عالية جدًا. نتفليكس لمّا قررت تتحول من تأجير الأفلام فقط لتأجير الأفلام، وتتحول إن هي تبقى قناة streaming اللي هي تأجير برضه ألعاب، الناس كلها كانت شايفة إن دي حاجة مجنونة جدًا. ولكن بعد فترة معيّنة الstreaming بقى حاجة أساسية في حياة كل طالب بيحاول يرفّه عن نفسه. طب إزاي تستفاد أقصى استفادة من العنصر التاني؟ اكتب كل الافتراضات لحل المشكلة دي، وابدأ حل كل واحد لوحده، وشوف النهاية بتاعته هتكون إيه. ودي هتدّيك نتيجة عظيمة جدًا إن أنت يبقى عندك تفكير out of the box. العنصر رقم 3 وهو effective brainstorming، لازم عندك عصف ذهني أو عصف ذهني مؤثر بالإيجاب مش بالسلب. مش أنت بتاخد أفكار ومش رابط الأفكار ببعض. وده بيخلّينا نخش على العنصر اللي بعده وهو عنصر رقم 4 بيقول لك connected unrelated ideas، لازم يبقى عندك ربط ما بين الأفكار بتاعتك. كل فكرة من أفكارك مش كل واحدة لوحدها، لأ أنا باربط الأفكار كلها علشان ألاقي حل مثالي، حل من أفضل الحلول اللي ممكن توصل، أو حل جذري من الآخر، يحل المشكلة دي في النهاية. طب إزاي أقدر أستفاد من خطوة رقم 3 و4 أقصى استفادة؟ اكتب كل الأفكار اللي جات لك من العصف الذهني بنظام زي ما إحنا قُلنا، واربطها كلها ببعض. لازم يبقى عندك ربط ما بين كل العناصر دي، أول ما تربطها هتلاقي عندك حزمة كاملة من الحلول للمشكلة اللي أنت بتمُر بيها دي. المشكلة دي أول ما تلاقي لها حزمة كبيرة، هتبدأ تصنّف الحلول اللي على مزاجك كمان. خطوة 5 هو prototyping and experimentation، لازم يبقى عندك نماذج أولية وتجارب للنماذج الأولية دي. زي ما إحنا قُلنا إحنا جمّعنا أفكارنا وربطنا الأفكار كلها ببعض، دلوقتي لازم أجرّب الأفكار دي، لازم يبقى عندي نماذج أولية جاهزة نجرّب على طول، جرّب حل المشكلة دي على طول. وخلّي بالك ده يخلّينا نخش على العنصر رقم 6 وهو إن الفشل مش نهاية الحياة، مش end of the game خلاص اللعبة مش انتهت. لأ أنت بتجرّب، وطول ما أنت بتجرّب قبل نهاية المشكلة، قبل التجريب الأساسي، قبل التجربة الأساسية لحل المشكلة دي، أنت في الأمان. حتى لو فشلت ما فيش أي مشكلة، أنت زي ما قُلنا بتتعلم من المشكلة اللي أنت وقعت فيها دي. طب إزاي أقدر أستفاد من خطوة رقم 5 و6 أقصى استفادة؟ جرّب الطريقة بتاعتك على نطاق ضيّق قبل ما تجرّبها على نطاق واسع، وبعد كده جرّبها على نطاق واسع، واسأل نفسك حتى لو فشلت إيه اللي اتعلمته وإيه اللي المفروض أعمله. الحاجتين دول من أهم الأسئلة اللي ممكن تطوّر من نفسك في كل مشكلة بتقع فيها، أو حتى كل موقف أنت شايف إن أنت فشلت فيه. زي ما قُلت ما فيش فشل إلا ومعاه فرصة للتعلم. العنصر رقم 7 لازم يبقى عندك diverse idea network، لازم يبقى عندك
شبكة أفكار متنوعة. طول ما أنت عندك شبكة أفكار متنوعة من خلال المجالات اللي حواليك المختلفة، ده بيخلّي عندك تعرُّض لأفكار جديدة. طول ما أنت بتتعرّض لأفكار جديدة، طول ما أنت بتتلاقى عندك أفكار قديمة وأفكار جديدة، فبالتالي يبقى عندك تفكير شخصي إبداعي طالع من خلالك أنت، بتحاول تتطوّر في الحاجات اللي جاية. العنصر رقم 8 وده الوش الخارجي للتورتة، اللي هي الزينة بتاعة التورتة، وهو time management for creativity. لازم يبقى عندك وقت معين أو نظام للوقت اللي أنت بتبقى مبدع فيه. يعني لازم توظّف وقت في يومك، توظّف الوقت ده بس للإبداع. بمعنى أنا في الوقت ده هاحط نفسي في مشكلة معينة علشان أبقى مبدع، علشان أتعرّض لأمور مختلفة ومشاكل مختلفة ومجالات مختلفة، علشان تتلاقى أفكاري مع أفكار تانية، وبالتالي يطلع إبداع. طب إزاي أقدر أستفاد من عنصر رقم 8 أقصى استفادة؟ نظّم أو خصّص وقت عندك في يومك مثلًا وليكن نُص ساعة، بتعرّض نفسك لمشاكل معيّنة، المشاكل دي بتبدأ تحلّها. أنت اللي بتعرّض نفسك لمشكلة، وبالتالي أنت بتحلّها، وبالتالي بيبقى عندك تفكير شخصي إبداعي جاي من خلال الحاجات اللي بتتلاقى عنك دي، اللي هي المشاكل اللي أنت بتدخّلها عليك دي. الإبداع مش موهبة نادرة، ومش مهارة متخصصة بحد معيّن. فلازم تكون مُدرك كويس جدًا إن الإبداع بيتطوّر، وطبعًا في فرصة لكل واحد إن هو يطوّر الإبداع بتاعه من خلال الممارسة والتجربة المستمرة. حل المشكلة دايمًا بيكون في فرصة للتعلم والنمو، فلازم تبقى عارف ده في الأول، لإن زي ما قُلنا العقل مش بيكون مُدرك للموضوع ده. في النهاية هنعمل تحدي مع بعض، عايزين نعرف إيه أكتر حاجة ممكن تكون مشكّلة لك عقبة في حياتك، وبناءً عليها هنلاقي لها حل، وهندوّر على حل ليها مع بعض. اكتبها لي تحت في التعليقات، وهاكون معاك على طول نلاقي حل ليها. شكرًا ليكم، وشكرًا لوقتكم. سلام.